السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة محتاج أسمع رأي إخواتي الناس المحترمين اللي بيتابعونا، الإخوة اللي معانا. تمام. طبعا دي نتاية نمس عليها الصمة سبلاش، لسه بنوقفها لحد ما نشوف لها دكر كده يليق بيها يعني. تمام. لكن قلت كده اخد رأي إخواتي المحترمين. تمام. قلنا ايه؟ أمركم شورى بينكم وأمركم شورى بينكم. ده دكر هزاز هندي فرداني عندي، دكر هزاز هندي حرارة عالية، ماشي، بطرطور وشراب. تمام كده. وادي ده دكر فرنساوي زينة مرسوم ورقة وقلم. تمام كده. خدوا بالكم الدكر ده مش واخد على الحبسة، ماشي. ايه رأيكم؟ اجوزها مين؟ هل اجوزها الدكر الهزاز الهندي ولا اجوزها الفرنساوي الزينة؟ الناس تقول لي في التعليقات شايفين ايه اللي يمشي مع بعض. طبعا انا عارف ان ده كلام تهريج يعني، ده يجيبوا حمام خرمانطي يعني مش عارفين يبقى نوعه ايه يعني، عشان ما حدش يقول لي يا بقر طب انت لو جوزتهم هيجيبوا نوع ايه؟ انا ما اعرفش الغيب. تمام. طب هو ينفع نجوزهم لبعض؟ عادي، هيتجوزوا وهيتكسروا وهيجيبوا عياله زي الفل ومية مية، لكن النوع اللي هيطلع ايه الله اعلم. تمام. فاحنا هنحبس الدكرين معاها ونشوف. انا دي وجهة نظري، هحبس الدكرين معاها، ماشي كده. وهي المفروض مبوبها بقالي فتره مخلصه قلش، خلاص هي قفلت قلش وبتوقع الصمه، فهشوف هي هتعشق مين فيهم، واللي هياخدها ويقدر يسيطر على الباب وياخدها يبقى حلال عليه والله يبارك له فيها. ايه رايكم؟ ولو حد عنده راي تاني قول لي. اهو قدامكم اهو نتايه نمساوي سبلاش، لون سبلاش. تمام. اهالي استيراد الخارج، ماشي. وادي دكر هزاز هندي، وادي دكر فرنساوي احمر زينه، ماشي. ده مستوى قوي وده مستوى قوي وهي مستوى قوي. شوفوا نسيب مين فيها معاها، وهناخد راي الاغلبيه في التعليقات. اثبت حضورك معانا في التعليقات لو انت بتتابعنا. تمام كده. اثبت حضورك معانا اهو. مين فيهم اللي يفوز بالقمر دي؟ العروسه دي مين اللي يفوز بيها في الاخر؟ الناس تقول لي في التعليقات، وان شاء الله اللي هياخدها ويتجوزها هنحاول نخليهم ايه ان شاء الله يحصوا، ونخليهم يرقدوا على البيت بتاعهم او نحضن البيت بتاعهم، ونشوف الفرخ اللي هيطلع ايه ونوريه لكم. اللي موافق على الفكره رغم ان هي هتجيب حمام، اديني بكرر اهو، حمام بزراميط ملوش هويه، اللي موافق على الفكره يثبت حضوره معايا في التعليقات ويقول انا موافق على الفكره. تحياتي للجميع وكل عام وانتم بخير. متع عينك معانا كده. تمام. الله يبارك للجميع. وان شاء الله دي بعد العيد مكلمين كده حد من صحابنا، كذا واحد من صحابنا اللي عندهم مستويات قويه يجيب لنا ذكر يستاهل المزه دي. تمام يا جماعه.